تحية عالية لكم، الأصدقاء والأخوات متتبعي صوت قدماء المحاربين، حياكم الله. تحية عالية. غير في إطار الرد على السياسيين أو ما يعرف بالسياسيين، غادي نجيبو واحد السياسي، واحد القرون سياسي، واحد الفورمة ديال السياسة غادي نجيبوه نتصنتولو ونقدروا نعقبوا على الماضي ديالو بعدا. ما عنده خيار غير ما بين وجهين لعملة واحدة، إما القجع إما عزيز. هذا الشعب المغربي بكل أحزابه دابا هذا هو اللي البدائل تتكون بدائل ديال السياسة قائمة. هذو دوزو 5 سنين على زعما دابا القجع ديال عزيزة. أنا عندي بجوج مسؤولين عن المرحلة برمتها، والموقع ديال تدبير الميزانية راه موقع قوي داخل الحكومة، ولذلك تحسين الشعب المغربي بأن هذا حقيقة اللي خلق كل الميزانيات والتبويب ديالها ورفض هذه وقبول هذه والتصويت ضد هذه تجيبوه لنا اليوم كبديل. هذا شيء غير مقبول يكون لا عزيز. احنا عزيز اليوم الشعب المغربي طرح عليه بدائل، وانتم اجهضتم هذه البدائل في الانطلاقه. بركة. المهم بركة، هذا السيد هذا هو الأمين العام ديال الوردة، اللي كانت وردة في ينها، واللي جاء مع المرحوم عبد الرحمن اليوسفي في أواخر القرن الماضي على ما أظن سنة 1998، جاب حكومة التنوع. ومن ثم هو شد بيديه وبرجليه وبسنانه على الكرسي الحكومي. مشى عبد الرحمن اليوسفي جا جطو، مشى جطو جا عباس الفاسي، مشى عباس الفاسي ضرب واحد قيلا مع الاخر، مع الولايه الاولى ولا الحكومه الاولى ديال المصباح ديال حزب العداله والتنميه. على ما اظن كان في الولايه الاولى. الولايه الثانيه هي هذاك المشكل اللي كانوا بغاو يجيبوه. علاش داروا البلوكاج لهذاك الضحاك هذاك ديال ما عليناش. هذا السيد هذا شوف شحال من حكومه شارك فيها، دابا كيهضر. هاد الهضره هادي كان خصو ماشي حتى جات الانتخابات عادي يقولها على الميزانيه وعلى القجع وعلى، كان يقولها لنا راه هو نيت برلماني، وراه كاين ولا كاين عنده البرلمانيين ديالو في الحزب في المؤسسات التشريعيه. علاش بحال هذا دابا اللي عاد كيناقش القجع راه كيناقشوه الناس عاديين في التواصل الاجتماعي، وكيناقشوا المصائب اللي داير في الميزانيه، ولكن انت داخل المؤسسه كنت تبقى تناقشها وتعارضها. هما داروا غير لجنه التقصي ولا سميتها ورفضتوا باش غادي تنضموا ليها. رفضتوا على المازوت وعلى الفراقشيه وعلى رفضتوا تنضموا ليها، ودابا جاي باغي تبان فيها بطل. انا ماشي مع عزيز راه غير في المخطط ديال المغرب الاسود لنا والاخضر الاوروبيين، راه ما بقى عندي كيبان لا عزيز ولا قدور. ما عزيز ما والو، والله ما عزيز. لان فاش خرجت تقاعد في نهايه القرن الماضي كنت كنجيب الحوت من المرصى 20 درهم 30 درهم، كدوز سيمانه وانت كتقلي وتطبخ وتدير الطواجن وتدير في الفران وتدير. دابا نص كيلو ديال السردين ما كنقدروش نشريوه. يعني ملي وصل وزير الفلاحه 2007 الى يومنا هذا كحط الفلاحه وكحط الصيد البحري طحن باباه. ابن عزيز راه بحالك بحالو، غير غبرو. لا انت لا عزيز ولا القجع، اللي الاهميه الكبيره ديالو هي الكره، وهي مونديال 2030 على ظهر الحقوق ديال الشرفاء وشريفه الوطن
وعلى رأسهم قدماء المحاربين. ما دابا عاد جاي لو الشعب المغربي ما عنده اختيار، عنده جوج. عزيز عاد عقت بيها عاد عقت بيها. راه صافي، راه الاختيار حتى النهار الاول راه اختاروك انت فاش كنت. الاختيارات كلها راه حسب النتائج الحاليه اللي هي نتائج سلبيه، لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا حقوقيا ولا سميتو ولا في الترتيب العالمي ديال التنميه والتعليم والصحه والشغل والفقر الى اخره. راه الاختيارات سواء عزيز ولا غير عزيز. نتوما نيت حكومه التناوب، شنو الفرق بيناتكم؟ شنو درتو؟ اللي جاوراكم اللي مشيت مع جطو شنو درت؟ مشيت مع عباس الفاسي شنو درت؟ اللي بعدا ما كانش خصو يكون رئيس الوزير الاول داك الساعه، ما كانش رئيس الحكومه، وزير الاول، لان عنده ملف ديال النجاة ديال 35,000 شاب اللي ضحك معاهم هو والشركه ديال الامارات. تفضحتوا والله الا تفضحتوا. السياسه في المغرب 0 وشنو كيكت الزيرويات فيها؟ وهو تجميد قانون ربط المسؤوليه بالمحاسبه، تجميد الفصل الاول من الدستور. هذا هو اللي رد السياسي غير كيوصل لتسيير شؤون المغاربه، سواء في المجالس الترابيه او في الحكومه او في مجلس المجلس التشريعي. كيبقى غير يدفن في الشعب لصالح التغول ديال الوحش الرأسمالي سواء الأجنبي أو الوطني. وتحية نضالية لكم.